بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله سهل وبسيط، بس هو عبارة عن فكرة. فكرة النهاردة إن إزاي أعمل مخلل الفلفل اللي أنا أعمله وأحتفظ بيه في حاجة، والحاجة دي لو حابة اللي أنا أعينها في التلاجة علشان أحتفظ بيها لفترة طويلة ما تاخدش عندي حيز في قلب التلاجة. يلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجة عندي هنا الفلفل بجيبه اهو زي ما انتوا شايفين. باخده وبغسله. اول حاجة باخد الفلفل وبغسله. بعد كده عندي الازازة اللي انا هحطه في قلب منها. الازازة دي طبعا مغسولة كويس جدا. بعد كده عقمتها بالخل هي والغطا بتاعها. طبعا الازازة ما ينفعش ان انا اعقمها بمية سخنة، لاني لو حطيت لها مية سخنة طبعا هتسيح معايا لانها بلاستيك، فعلشان كده حطيت لها خل. بعد كده باخد الفلفل بحطه في قلب الازازه. الفلفل هنا انا ما بفتحوش، وكمان ما بشيلش القطعه بتاعته اللي فوق دي. بحطه كده بحاله. ما بفتحوش علشان برضو ان هو ياخد وقت طويل معايا في التخليل. زي ما انتوا شايفين بحط الفلفل وازنقه بقى. يعني ميزة الازازة اللي انتي بتحطي الفلفل فيها بيتزنق في قلب منها، يعني ما بيعومش عليها من فوق، اللي انتي ما تيجي تفتحي زي البرطمان تلاقي اللي على الوش كده باظ. لا، هي هنا بتبقى الازازة محكمة، وبتبقى الغطا محطوط عليها، وكمان انتي ما بتيجي تعينيها بتعينيها بتبقى الازازة نايمة ما بتبقاش واقفة. فعلشان كده بتلاقي المخلل معاكي كله مظبوط، ما فيش فيه اي حاجة بايظة خالص. زي ما انتوا شايفين بحط المخلل وما سيبش فيها اي فراغات خالص، يعني احط واضغط كده اخبط على الازازة علشان الفلفل ينزل تحت. اللي انا بكبسه يعني بمعنى اصح، عايزة الفلفل ان هو يتكبس في قلب الازازة، ما سيبش فيها اي فراغات خالص. طيب فكرة الازازة دي جات لي من اللي انا مثلا اللي احنا هنا في اللي بيحب الحامي وفي اللي بيحب المخلل اللي هو بيكون بارد، زي مثلا الزيتون، زي ما عملت معاكم مخلل الزيتون قبل كده. قلت لكم في اللي ما بيحبش الحامي، فعلشان كده انا حطيت بس حاجات بسيطة من الفلفل في قلب المخلل بتاع الزيتون. وقلت الفلفل هعمله لوحده للي بيحب الفلفل اللي هو الحامي. علشان انا لو حطيت كمية كبيرة في قلب الزيتون طبعا الزيتون هيبقى حامي، ففي اللي مش هيعرف ان هو ياكله. فقلت ارض الطرفين واعمل ده واعمل ده. انا كنت الاول بعمله في برطمانات وبحطه في قلب التلاجة، بس البرطمان لقيته بياخد حيز عندي في قلب التلاجة، فكانت عندي فكرة الازازة ديت. قلت ان هي زيها زي اي ازازة اللي انا بسقعها في قلب التلاجة، زي كأنها يعني حاجة ساقعة بسقعها في قلب التلاجة، ما بتاخدش حيز معايا زي البرطمان. فالفكرة جات لي من هنا. الفلفل اللي اتبقى بقى ده اللي هو اللي نقيت الطحين منه. قلت ان انا يعني ممكن ادخله في اكل زي ما يعني ما كنت بعمل معاكم. باخد منه قرن لو لقيته حامي قوي، باخد يعني نصه. يعني بيبقى حاجة بسيطة خالص، يعني بيدي طعم بسيط خالص في قلب الاكل، يعني ما هوش حامي قوي ولا هو بارد قوي. هنا بقى المحلول بتاعه هنا عبارة عن لتر مية. حطيت عليه كوباية من الملح وحطيت عليه معلقة من السكر. الفلفل من المخللات اللي ما بتاخدش حاجات كتيرة، يعني يعني هو تخليله عبارة عن ملح ومية ومعلقة السكر دي علشان تحافظ على القرمشة بتاعته. و... ومعلقة السكر دي بتتحط لأي مخلل، يعني مش شرط الفلفل بس، لا أي مخلل بيتحط له معلقة السكر ده ديت علشان تحافظ على القرمشة بتاعته. طب المية بقى لا اما تغليها وتسيبيها تبرد خالص وبعد كده هتدوبي فيها الملح والسكر، او ان انتي تعمليها مية من الفلتر. انا هنا بوريكم ان المية ما اتكفتش، فانا هعمل مية تاني وهدوب فيها ملح وسكر لغاية اما الازازة تتملي معايا. لو كنتوا لاحظتوا شكل الازازة تحسوا ان شكلها مكبوس، يعني كل ما كنت بحط بكبس الفلفل، وده ميزة الازازة ان هي كبسالي الفلفل صح. انا هنا الازازه ديت انا عاملاها وهعينها لشهر رمضان بامر الله. لو ربنا احيانا وكان لنا عمر هطلعها وقت ساعتها. هوريكم برضو اللي انا هفتحها قدام منكم، وهقول لكم اللي انا يعني شكلها ايه بعد ما اتعملت. انا بعد ما هخلصها هسيبها يومين بره التلاجة، وبعد كده هدخلها في قلب التلاجة، يعني هسيبها يومين في المطبخ وبعد كده هحطها في التلاجة علشان تاخد وقتها خالص في التخليل.
عايزه اقول لكم ما يكون عندكم مخلل وهو اتخلل خلاص وهتحسوا ان هو هيتهري، حطوه في قلب التلاجة، لان التلاجة بتوقف التخليل بتاعه، يعني بتبطئه مش بتوقفه، بتبطئه خالص، وبتحافظ على القرمشه بتاعه المخلل. فانا هنا زي ما قلت لكم انا هسيبه يومين بره التلاجة، وبعد كده هدخله في قلب التلاجة لشهر رمضان بامر الله. وزي ما انتم شايفين الازازه صغيره ما بتاخدش حيز معايا. شوفوا بقى لو انتوا بتحبوا المخللات اللي هي الحاميه كتير قوي ديت، ممكن اللي انتوا بقى تكتروا منها تعملوا ازازتين ثلاثه، هي مش هتاخد حيز في قلب التلاجة. زي ما قلت لكم الفيديو بتاع النهارده كان عباره عن فكره. طبعا كلنا عارفين نخلل الفلفل وهو ما بياخدش حاجه. الفلفل زي يعني زي اللفت وزي الكرنب، بيبقى عبارة عن الملح والمية والملح والسكر. ما بياخدوش اكتر من كده. دي من المخللات اللي بتبقى طعمها حلو بدون اي اضافات. يعني المخلل الكرنب بحب اعمله نفس النظام، اللفت نفس النظام، الخيار نفس النظام، بس بحط له بس شوية خل بساط عشان بيصفره، وكمان بحط له توم بيديله طعم حلو قوي. والمخلل الخيار بحتفظ بيه التلاجة على طول لانه من الحاجات اللي بتتهري هو واللفت. وكمان الكرنب نفس النظام انا بعمله وبحطه في قلب التلاجة، بس بيبقى بقى برطمان صغير، بعمل برطمان صغير ببرطمان صغير كده علشان برضو ما ياخدش حيز معايا. وكمان البرطمان ده هو بيخلص في نفس الوقت، لكن انا هنا انا عاملة حاجة ان هي تقعد فترة طويلة لشهر رمضان. ده فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون نال اعجابكم.